وبعدين لما بقول للام السخونيه مش حاجه خطيره وعمرها ما بتاذي بني ادم، تقول لي مستحيل، انا طول عمري اسمع ان السخونيه دي بتاثر على المخ وياما عملت وسوت. قلت لها طب قولي لي كده على واحد السخونيه عملت له مشكله، تقول لي ما اعرفش بس انا اسمع. لحد ما جات لي ام مره بتقول لي، هي كانت من غزه، ربنا يا رب يفك كربهم يعني. فبتقولي لا عندنا واحد قريبنا هناك جات له سخونيه عملت له تشنجات ومش عارف ايه واتشل وقصه كده غريبه. قلت لها لا مش السخونيه اللي عملت كده، هو مثلا جاله التهاب سحائي بالمخ وهو اللي عمل له التشنجات وهو اللي عمل له شلل وممكن يؤدي الى الوفاه، بس الالتهاب السحائي هو اللي عمل كده والعرض بتاع السخونيه موجود في المرض ده بالصدفه. فاحنا ظنينا ان السخونيه هي اللي عملت كده، السخونيه مجرد عرض لامراض كتير. فاحنا بنقلق من السخونيه لحد ما نعرف سببها. لو سبب السخونيه حاجه بسيطه يبقى ما نخافش خالص من السخونيه وعمرها ما بتاذي بني ادم، انما سبب السخونيه هو اللي بيحدد الحاله دي خطيره نخاف ونجري، ولا سببها حاجه عاديه ناخد خوافض ونصبر. يا رب تفهموا المعلومه دي كويس.